السلام عليكم حبايبي واخواتي، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. والنهاردة ان شاء الله ده روتيني بتاع سادة يوم رمضان. كل سنة وانتم بألف خير. اول حاجة كده صحينا، نظفت الشقة زي ما انتم شايفين الروتين بتاعي. وهبدأ بقى بعد ما اخلص الشقة وتنظيفها وترويقها، هبدأ بقى كده ادخل على المطبخ. نصحى من النوم كده نصلي ونبدأ كده ننضف شقتنا، ونبدأ بقى نخش المطبخ نعمل العصير. أول حاجة بعملها ببدأ كده أشوف العصير اللي عندي هعمل ايه، وبعدين أشوف الأكل بتاعي وأخلص يومي كده بدري بدري. كل سنة وانتم طيبين. يوم رمضان بيبقى يوم قصير جدا، يعني مسافة ما بنصحى مسافة ما بنعمل الأكل واليوم يكون خلص على طول. انا بس حبيت اوريكم الشقه بعد ما خدت فيها جوله نظافه كده، وبعدين دخلت المطبخ ويلا نسمي بسم الله ونشوف فطارنا ايه النهارده. اول حاجه كده انا معايا كيلو من الرز، غسلته حطيته يتصفى كويس جدا، وجبت كده معلقه كبيره كده من السمنه وشويه من الزيت، وبدات بقى اغلف بيهم الرز بتاعي. الرز بتاعنا مش منقوع خالص، مغسول ومتصفي كويس جدا وبس. وبدأت بقى انزل السمنة بتاعتي كده واغلف الرز بتاعي بالسمنة كويس جدا. الخطوة دي مهمة جدا عشان يدينا الطعم الحلو، وكمان ما يكونش الرز بتاعنا دسم قوي. كفاية معلقة سمنة حلوة كده ونغلف بيها كل الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، بس ما تقلبوش كتير عشان التقليب كتير هيخلي الرز بتاعنا يتكسر ويبقى كده مش حلو. وبعد كده بقى جبت كوبايه واحده بس من الزبادي. طبعا عايزين تزودوا ده براحتكم انتوا، بس انا استكفيت بكوبايه واحده بس من الزبادي زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اغلف برضو الرز كله بكوبايه الزبادي ده، يديها طعم حلو قوي، وما بيبقاش الاكل دسم معانا، بيبقى طعمه جميل وفي نفس الوقت ما بيكونش تقيل على المعده كده ويتعبنا. بدأت كده اقلبه زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه ما نقلبش كتير وما نقلبش قوي، يعني ما نقلبش كده ونتقل ايدينا عشان ما يتكسرش معانا. في الوقت ده بقى احط الملح بتاعه. انا عايزه احط الملح بقى كده مع السمنه بتاعتي واقلب كويس وهسيبه بس كده يعني 3 دقايق مش اكتر، يشرب من السمنه ويشرب من الزبادي وكمان يشرب من الملح. قلبته كده. ده انتوا كده الكاميرا يعني عاملاها بسرعه شويه، اما انا بقلب بالراحه خالص عشان ما يتكسرش معايا. بعد ما سبته بقى بدات افضي اللبن عليه. اللبن بتاعي اكننا بنعمل رز عادي خالص. حطيت بقى اللبن بتاعي كامل الدسم، يعني مش الكياس اللي هو الحليب العادي اللي او اللبن العادي اللي بنشتريه يعني من الفلاحين. وبدات بقى غليته. طبعا الاول لازم اللبن نغليه عشان نشيل اي بكتيريا فيه. وبدات بقى احط كده اللبن بتاعي واسويه. حسيت ان هو عايز شويه لبن كمان هحط له، ممكن ازوده بميه زي ما انتوا حابين. كده خلاص انا بقى حطيت له اللبن بتاعه، وحسيت كمان ان هو عايز شويه كمان من اللبن، بس هحط له شويه كمان من اللبن وهسيبه في اللبن بتاعه ده يعني بتاع ربع ساعه كده. بيبقى حلو قوي لو عملنا الخطوه دي فيه. زي ما قلت لكم انا حسيت ان هو عايز شويه لبن كمان، حطيت له بس كده. كده الرز بتاعي بقى جميل جدا وخلاص خلصت كميه اللبن بتاعي. انا بقى عايزه اسيبه بس شويه، اسيبه بس شويه على جنب زي ما قلت لكم كده، ربع ساعه بس كده. ابدا بقى اعمل اجمل صينيه بطاطس بالفراخ. جبت بصلايه كبيره كده وبدات اقطعها زي ما انتم شايفين كده حلقات حلقات رفيعه، بس ما تكونش رفيعه قوي انها تتهري كده ما تبقاش باينه. انا عايزه البصل يبقى باين كده، يبقى فيه صوص حلو كده وطعمه جميل. وبدات بقى اجيب معلقه كده حلوه من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره، وكمان معلقه من السبع بهارات. وهبدأ بقى أدعك كل الكلام الجميل ده كله في بعض. طبعا أنا عندي الفراخ غسلها كويس جدا وسايباها تتصفى كويس جدا، ما يكونش فيها أي مية. هنا أنا معايا مكعبين من المكعب الدجاج أو مرقة الدجاج زي ما بتسموه. وهنا بقى جبت معايا 3 طماطمات كبار، وكمان فلفلتين، ومعايا 3 تومات. وبدأت بقى انزل نص كمية الفلفل ونص كمية الطماطم مع البصل، وهبدأ بقى ادعكه دحكة حلوة جدا. الخطوة دي مهمة جدا، بتدي للطعم الفراخ والبطاطس بتاعتي طعم حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه ادعكها كويس. انا عايزه السوائل كده بتاعه البصل والطماطم كلها تختلط ببعض. بدات بقى احط الملح بتاعي، بس طبعا لازم اراعي ان انا حاطه مكعبين من مكعبات الماجي علشان ما يبقاش حادق معايا. وهنزل بقى كده بالفراخ بتاعتي
واحط كده ما بين الجلد بتاع الفراخ بتاعي واللحم المفتح ده، احط الخليط ده طعمه حلو قوي. طبعا لو مش عايزين بطاطس مفيش اي مشكله، ممكن نحطها بس كده، هي بتبقى طعمها حلو جدا. زي بقى ما انتوا شايفين كده انا بعمل الخليط بتاعي في الفراخ كلها. كميه الفراخ بتاعتي اللي عندي بحط فيها الخليط بتاعتي كده، اي فتحه في الفراخ طبعا بنشقق كده الفراخ بتاعتنا بالسكينه، فبنحط الخلطه دي ما بين كده ايه الفراخ، اللحم بتاع الفراخ كده عشان يبقى شارب منه طعمه جميل. زي ما انتوا شايفين كده بقى، انا عايزه اسيبها بس يعني شويه تشرب منها كده. انا بعد ما سبت الفراخ في الخلطه بتاعتها الجميله دي ربع ساعه كمان، بدات بقى انزل كميه البطاطس اللي انا عايزاها، يعني كميه البطاطس اللي انا محتاجاها. طبعا تحطوا 2 3 اللي يعجبكم، البطاطس دي كميه زي ما انتوا حابين. هبدا بقى اقلب كل الخليط كده في بعضه عشان كله يختلط ببعضه. حبايبي واخواتي، اوعوا تنسوني في الاشتراك في القناه واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. تسلمولي على تعليقاتكم وكلامكم الجميل. انا بقى حطيت كله كده، هبدأ بقى انزل بقية الفلفل وبقية الطماطم، وكمان هنزل الثوم. كل البنات هيحبوه خالص خالص. الثوم هنا هيبقى طعمه جميل، هيدي البطاطس والفراخ بتاعتي طعم حلو قوي قوي. زي بقى ما انتوا شايفين كده، هاخد بقى معلقة من السمنة وهبدأ اوزعها كده على البطاطس بتاعتي. طبعا هنا احنا مش حاطين اي مادة دهنية خالص على البطاطس او على الفراخ. ومعلقة من السمنة عشان ما تبقاش تقيلة ودسمة، عشان في الصيام طبعا بنحب الاكل ما يبقاش تقيل ودسم كده على المعدة. معلقة السمنة بدأت بقى اوزعها على صينية البطاطس زي ما انتوا شايفين. وطبعا البطاطس كمية التوابل بتاعتها زي ما قلت لكم، ملح، فلفل اسمر، لو ممكن السبع بهارات، وكمان الملح بتاعنا ومكعب الماء. حطيتها بقى كده على البوتاجاز، اول ما تغلي غلوتين هنزلها على طول في البوتاجاز في الفرن من جوه. ممكن تحطوها على طول على الفرن مفيش اي مشكله. هنا بقى الرز بتاعي انا عندي هنا شويه يعني بتاع معلقتين 3 كده من وش اللبن، موجود ممكن تحطوه، لو مش موجود يبقى ممكن نجيب علبه قشطه ونحطها، او مفيش خالص قشطه مفيش اي مشكله، ممكن نجيب معلقه من السمنه او الزبده، طبعا الماده الدهنيه دي بتاعتكم، ونحطها برده هتدينا كده طعم حلو زي ما انتوا شايفين. بس انا مش عايزه احطها تبقى دسمه قوي، فما حبيتش ان انا اجيب سمنه او احط او اجيب قشطه من بره. وبالهنا والشفا. طبعا الفيديو الكاميرا مش موضحه خالص شكل الرز عامل ازاي والبطاطس. يلا قول لهم كل سنه وانتوا طيبين ورمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين وكل كريم يجي عليك.